معاكم ميسون من قناة سموز لوك. اهلا بيكم في حلقة جديدة معانا. النهاردة هنتكلم عن منتج حلو قوي للشعر. وطبعا مشكلة الشعر دي مشكلة يعني مهما قعدنا نستخدم لشعورنا حاجات طول عمرنا هنحس ان احنا خلصنا عمرنا ولسه ما وصلناش للحاجة المناسبة لشعرنا، ودي مشكلة بتهم بنات كتير جدا. فعشان كده تابعوا معايا الفيديو للاخر. بس في الاول اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. هنتكلم النهاردة يا بنات على منتج حلو جدا اسمه نانو تريد. المنتج ده هو ماسك للشعر. انا جربت من المجموعة، هي مجموعة كاملة، هي فيها شامبو، فيها امبولات، وفيها سيروم، وفيها الماسك اللي هو اللي قدامكم اللي انتوا شايفينه معانا النهارده، اللي انا هتكلم عنه ده لان انا جربت ده. بس بصراحة وانا يعني هقول لكم رأيي في الماسك ده، بس بعد ما اشرحه لكم هقول لكم رايي في اخر الفيديو. بس الاول حابه ان انا اشرح لكم كل حاجه تخص الماسك ده في البدايه. المنتج ده بنات مصري، هو منتج مصري مش منتج مستورد يعني، لكن مكوناته هي المستورده. مكوناته من المانيا خلاص، وده مكتوب على العبوه نفسها. امتى استخدم الماسك ده؟ لما يبقى شعري فيه هشام، لما يبقى شعري ضعيف، لما يبقى شعري متكسر، لما اكون محتاجة ترطيب عميق للشعر، لما يبقى شعري حاسة ان هو دامج زي ما مكتوب عليه، هو للشعر المتهالك جامد جدا، لما يبقى الشعر ضعيف، الشعرية نفسها بتتكسر وضعيفة جدا، كل ده مكتوب برضو على العبوة. الترطيب بتاع الماسك ده عميق جدا، يعني ترطيبه روعة، يعني ترطيبه من الحاجات اللي بتطري الشعر جدا جدا. ومن المميزات بتاعة الماسك ده كمان ان هو يا بنات خالي من السلفات، يعني سلفات فري. طيب هنيجي بقى لمكونات الماسك ده. يا ترى بيتكون من ايه؟ بيتكون من كافيين، بيتكون من بيوتين، بيتكون من فيتامين اي، بيتكون من زيت جوز الهند، ومن زيت الارجان، وزيت الجوجوبا، وزيت الخروع، زبدة الشيا، من البانسينول، من زيت المورينجا. متخيلين كمية الزيوت؟ كلها حاجات مرطبة، عشان كده احنا بنقول عليه فائق الترطيب. الماسك ده فائق الترطيب للشعر، بيرطب بشكل عميق جدا، عشان كده انا اكدت على ان هو مرطب قوي جدا وعالي جدا للشعر. طيب استخدم الماسك ده في نقطة قبل ما نتكلم على طريقة الاستخدام. برضو من النقط المهمة جدا للماسك ده يا بنات ان هو معمول هو اسمه نانو. لو خدتوا بالكم من الاسم بتاعه، هو معمول بتقنية النانو بقى، واخدين التقنية اللي هم عاملين منها الماسك ده حاطينها في اسمه. اللي ما يعرفش يعني ايه نانو، النانو تقنية النانو دي لما يبقى اي منتج للشعر معمول بالتقنية دي، نعرف ان المنتج ده بيكون سهل الامتصاص وسريع الامتصاص جدا للشعر. يعني لو منتجات تانية مش معمولة، او منتج تاني معايا مش معمول بتقنية النانو، خلاص مش هيكون سريع التشرب، هيبقى بيتشرب مثلا بنسبة 30% للشعر، فهتبقى الاستفادة مش زي منتج معمول بالتقنية دي، فهيتشرب بنسبة مثلا 70-80%. فطبيعي مين هيكون احسن؟ الشعر هيستفيد اكتر من ايه؟ من المنتج طبعا اللي معمول بالتقنية اللي هي تقنية النانو دي. طيب هستخدمه بقى ازاي؟ هستخدمه لو شعري جاف جدا، لو شعري شديد الجفاف يفضل ان انا احطه 3 مرات في الاسبوع. لو انا شعري عادي وانا عايزه اهتم بيه الاهتمام العادي، هستخدمه مرة واحدة بس في الاسبوع لو هو مش شديد الجفاف، يعني ده اللي اقصد بيه ان هو يكون عادي. هسيبه قد ايه بقى؟ هما كاتبين على العبوة ان انا هسيبه من 3 دقايق ل5 دقايق، ولكن انا لما باجي استخدمه بصراحة بسيبه اكتر من كده، وده ما بيأثرش بالسلب ولا حاجة، بالعكس بحس ان انا باخد نتيجة احسن. يعني ممكن اسيبه اكتر من 5 دقايق بحاجة بسيطة يعني. طيب مهم جدا يا بنات لما نيجي نكون بنستخدم الماسك ده، ان انا اي ماسك كمان في الدنيا دي معلومة لاي بنوتة او اي سيدة يعني بتتابع معايا، ما نحطش اي ماسك او اي حمام كريمي بحيث ان هو يلمس الفروة. الماسك بالذات لازم اكون بحطه على الشعرية نفسها، ما يلمس الفروة. طب ليه انا بقول كده؟ لان النقطة دي مهمة قوي، علشان ما يعملش للشعر واجي في الاخر اقول شعري مليان قشرة ومش عارفة اعالجها، لان ده طبعا بيسد المسام، ودي حاجة مش صحية خالص للشعر. العلبة دي اللي انتوا شايفينها قدامكم، على فكرة دي تاني علبة انا بخلصها، هي 200 ملي
زي ما قلت لكم طبعا هو في منه مجموعه كامله. هما كاتبين على العبوه برضو ان انا يفضل ان انا استخدم الشامبو والامبولات والسيرم مع الماسك. ولكن بقى هنتكلم في اهم نقطه بقى اللي هي رايي في الماسك ده ايه. انا بصراحه عجبني جدا جدا الماسك تحفه، الماسك جميل جدا، ترطيبه هايل قوي. الحاجه اللي هو عملها لشعري وشعر بنتي ان هو فرد، انا بنتي شعرها فيه تكسيره. انا فوجئت من اول مره استخدمت فيها لشعر بنتي الماسك ده يا بنات، ودي المفاجاه بتاعت الفيديو، ان هو فرد لها الكسره دي. انا مش عارفه ازاي، يعني معنى كده ان هو كمان بينعم الشعر جدا. هي كان عندها كسره ضعيف، كسره اللي هي الكسرات الضيقه. شعرها ما كانش وحش، بس كان شعرها يعني على طول بيهيش، وشعرها فيه جفاف، شعرها كيرلي على طول. انا فوجئت ان الشعرايه اتفردت، يعني سبحان الله، انا مش عارفه هتعمل كده ازاي. بس الماسك ده فعلا عمل كده لشعر البنت عندي. ولغايه دلوقتي انا مكمله لها عليه من كتر ما هو اداها الافكت الهايل ده. على الرغم ان هو ماسك طبيعي جدا، وهو كل الفكره ان هو بيرطب، فمن كتر ما رطب لها الشعرايه فرد لها الكسره بتاعتها، ودي كانت المفاجاه. عشان كده انا حبيت ان انا اطلع لكم بالريفيو عن الماسك الهايل ده، لانه من الحاجات اللي مش معروفه قوي، بس يستاهل التجربه. العبوه زي ما قلت لكم مش قليله، يعني 200 مللي بتقعد معانا حوالي شهرين او 3. بستخدمها لها حوالي مره واحده كل اسبوعين. على فكره انا ما بستخدمهاش كل 3 مرات في الاسبوع ومره في الاسبوع، والكلام اللي هو انا حبيت اشرح لكم بس المنتج في الاول، الارشادات اللي مكتوبه عليه. لكن انا بقى بستخدمه ازاي، النتيجه بتاعته معايا عامله ازاي، قلت ده اقوله لكم في الاخر. انا بحطه لها كل 10 ايام او كل اسبوعين، وانا كمان نفس الوضع. ومع ذلك النتيجه زي ما قلت لكم كده، بينعم الشعر قوي، ما بيدي للشعر لمعه حلوه. مش بحتاج ان انا ممكن احط لها سيرم، ممكن لا كمان. متخيله ان انا لو جبت الشامبو بتاعه والسيرم والامبولات ممكن يدي نتيجه افضل. يعني متخيله ممكن يبقى النتيجه زي ما هي ثابته، اكتفي بالماسك بس هو ده اللي انا جربته حقيقي وعجبني قوي قوي. وان شاء الله يعني هفضل استخدمه لها فتره لغايه ما احس ان انا الشعر بتاعها خلاص خد مناعه ضده. هجيب لها حاجه غيره، وبعدين هرجع له تاني، لان من الحاجات المهمه قوي قوي حساها للشعر، ولازم يكون عند كل بنوته. جربوه لبناتكم وجربوه ليكم يا بنات، هيعجبكم جدا جدا جدا. سعره مش غالي على فكره، هو لغايه دلوقتي ب165، سعره مش غالي قوي. وهيعجبكم، وانا واثقه على كده. جيبوا الماسك وجربوه، قولوا لي رايكم في التعليقات. خلاص. وانا شايفه ان انتوا بصراحه يعني بتبخلوا عليا قوي في موضوع السبسكرايب واللايك، وان كنتوا تشيروا لي الفيديو ده بيشجعني جدا ان انا انزل لكم بحاجات جديده. وكل ما بجرب حاجه وبتعجبني، او حتى لو ما عجبتنيش، اللايكات بتاعتكم والسبسكرايب هيشجعني جدا ان انا انزل لكم بحاجات كتير كتير وهتفيدكم جدا ان شاء الله. فياريت ما تبخلوش عليا بده يا بنات. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، واستنوني في حلقه جديده، في منتج جديد، او وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.